تعالوا بقى النهاردة هنعمل أحلى بسكوت التمر أو بسكوت العجوة بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان في الخلاط حاجة كده مش هتاخد منك وقت، وفي 10 دقايق هنخلصها. بس بجد النتيجة هتطلع مرضية، وفي الآخر هنشوف النتيجة مع بعض. بجد البسكوت حكاية. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة هنا معايا في بولة الخلاط حضرت نص كوباية زيت على زبدة، معاها نص كوباية سكر عادي بس يكون سكر أبيض يا جماعة، ومعايا هنا كمان بيضة كبيرة. أول ما بقول بيض يبقى يا جماعة على طول نعرف إن فيه فانيليا. تمام تمام، لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة صعبة. نضربهم مع بعض ضربة حلوة في الخلاط، علشان أنا عايزة إن الخليط ده يكون تقيل، عشان ده سر من أسرار نجاح البسكوت دوت. الخليط يا جماعة يكون تقيل. ببتدي أحط الخليط بتاعي في البول عشان هنزل دلوقتي عليه بالمواد الجافة بتاعتنا. تمام يا جماعة تمام. نزلت بالخليط في البولة بتاعتنا وابتدي احضر المواد الجافة اللي معايا. اول حاجة هنا معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق. انا هنا معايا دقيق سنبلة الفرات، بستخدمه دايما على طول عشان الدقيق ده يا جماعة بجد نتيجته حلوة جدا جدا. معايا كمان معلقتين من اللبن البودر، ومعايا نص معلقة من البيكنج باودر. البيكنج باودر انا بستخدم النوعية دي، موجودة عند اي مستلزمات حلويات هتلاقيه موجود. معلقتين لبن البودر زي ما احنا قلنا. طبعا هنا دولت يا جماعة اختياري براحتكم، بس انا هنا بعزز الطعم علشان انا عايزاه يكون زي بتاع الشارع يا جماعة. احنا بنعزز هنا الطعم عشان كمان ندوق حاجة تكون طعمها حلو. وكمان معايا معلقة النشا، تكون معلقة كبيرة ممسوحة، ما نكترش في النشا قوي يا جماعة عشان ما يطلعش ناشف. ببتدي انخل الدقيق بتاعي واحدة واحدة على الخليط السائل بتاعي، علشان طبعا الدقيق بنخله عشان لو في اي تكتلات في الدقيق ما تنزلش في الخليط. ببتدي بقى الم البسكوت بتاعي بقى كده بالنسبات ولا بايدي، مفيش اي مشكله. ما نعجنش يا جماعه علشان انا مش عايزه عرق، مش عايزه الدقيق يربي اي عرق في العجينه بتاعتي. طبعا لسه البسكوت بتاعي محتاج الدقيق، هنزل بباقي الدقيق اللي معايا. طبعا الدقيق بيختلف من دقيق للتاني، انا ممكن هنا احتاج كمان دقيق الكوبايتين الا ربع، مش هيبقوا بكفايه. هبتدي طبعا الم واشوفها، لو محتاجه هنزل بمعلقه، لو مش محتاجه دقيق يبقى خلاص تمام. طبعا هنا العجينه بتاعتي لسه سايحه شويه، يبقى هنا هبتدي انزل كده برشتين من الدقيق هيعادلوا كمان معلقه كبيره. يبقى انا هنا عملت الدقيق بتاعي نتيجته كوبايتين الا ربع معاهم معلقه كبيره دقيق. ابتدي الم العجينه بتاعتي كده بايديا زي ما انتم شايفين كده، ده النهائي بتاعها. يبقى اخدت كوبايتين الا ربع وعليهم معلقه كبيره كمان. حطيت بعد ما بخلص البسكوت بتاعي بحطه في التلاجة 10 دقايق اول ما بخلص العجوه بتاعتي. حطيت على العجوه معلقه سمنه وعملتها رول اسطواني كده زي ما انتم شايفين. تمام تمام لغايه دلوقتي يا جماعه مفيش اي حاجه صعبه. نمشي على الطريقه والمقادير عشان النتيجه تطلع مرضيه. ابتديت هنا بقى اقطع البسكوت بتاعي، اخدته قطعه قطعه وابتدي افرده قدامي بالنشابه او بايدي، مفيش اي مشكله. مش محتاج ان احنا لا ندهن زيت ولا نرش دقيق ولا اي حاجه مع البسكوت نهائي يا جماعه. السطح يكون من غير اي دهان او اي رش دقيق. حابه تضاعف المقادير من كل حاجه 2. المقادير يا جماعه عشان دايما ده سؤال بنتسأل فيه، اضاعف المقادير ازاي؟ من كل حاجه 2. تمام تمام. ابتدي بقى افرد البسكوت بتاعي كده قدامي، واحضر العجوه بتاعتي زي ما انتم شايفين. ابتدي اساوي من الطروف، افرديه بقى بايدك بالنشابه مفيش اي مشكله. المهم ان انت تساوي الطروف علشان البسكوته يا جماعه النتيجه النهائيه بتاعتها هتكون شكلها حلو. احنا هنا عايزين نوصل لبسكوت الشارع علشان ما يبقاش فيها اي اختلاف، عشان ولادنا كمان لما يجي ياكلوه او يدوقوه او يشوفوه يحسوا ان مفيش فرق بينه وبين الشارع. احنا بنعزز الطعم عشان نحس فعلا ان احنا بندوق او بناكل حاجه حلوه. ابتدي احط هنا الرول بتاع العجوه بتاعي وابتدي الم عليه العجينه كده زي ما انتم شايفين. الم يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اقفل من تحت تقفيله حلوه، ابرمها برمتين كده عشان انا مش عايزه اي منظر للتقفيله اللي من تحت. عايزه التقفيله تندمج مع البسكوت نهائي، مش عايزه يكون لها اي شكل او اي اثر. ابتدي ابرمها برمتين كده زي ما انتم شايفين وبطط عليها بايدي، لاني انا عايزه العجوه تاخد حيز كبير من البسكوته. طبعا واحنا كلنا بنشوفها في الشارع عامله ازاي، احنا عايزين نطلعها تبقى الاصل، وان شاء الله لما تعملوها تطلع كمان احلى واحلى زي ما انتم شايفين كده. وكمان هجيب بقى الشوكه بتاعتي ابتدي اخدها كده طولي زي ما اضغط كده على العجين وامشي بالشوكه
اقطعها كده بقى بالنظر يا جماعه 3 سنتي. حطيت 3 صوابع ومشيت عليهم كده بايديا بالسكينه بقى بتاعتي كده، وابتدي اخدها قطعه قطعه اقطعهم قد بعض، وابتدي ارص في الصاج، وكمان اكون مسخنه الفرن بتاعتي علشان لما اخلص البسكوت بتاعي على طول الصاج يدخل على طول. تمام تمام. فرن درجة حرارة 180، هياخد حوالي من 12 ل 14 دقيقة بالظبط. انت حسيت ان هو محمرش معاكي من فوق، ممكن بعد ما يستوي خالص وياخد التمام بتاعه 12 دقيقة افتح دقيقتين الشواية من فوق، بس عشان يديله نتيجة اللي هو اللون اللي هو الدابي من فوق، يبقى بيخلي منظر البسكوتة بصراحة حلو جدا. علشان لو الفرن معاكي ما بتحمرش هيدي لون من تحت ومن فوق مش هيبقى حلو، فافتحي الشواية عليه عشان نديله لون من فوق. زي ما انتم شايفين كده ابتديت بقى ارص بقى في الصاج. المقدار ده يا جماعه متهيألي عمل لي صاج ونص او صاج وتلات ارباع صاج تاني. ده صاج 30 في 40. ابتديت خلصت المقدار كله بنفس الطريقه، امشي بنفس الطريقه يا جماعه. احط العجين بتاعي اسويه بالسكينه، احط العجوه الفها، اقفل من تحت واقطع وارص في الصاج. سويته زي ما انا قلت لكم درجه حراره 180 12 دقيقه. بسكوت بجد طالع خرافه. انا كمان يعني ما سبتوش يلحق يعني يبرد علشان اوريه لكم. المهم ان انا بس اعرف امسك البسكوته. البسكوته تحفه، طعمها ريحتها بجد بجد النتيجه كانت مرضيه. ناعمه جدا زي ما انتم شايفين من تحت يا جماعه. البسكوته كلها لون واحد مش قطع وقطع، من فوق زي ما انتم شايفين. ولادنا مش هيخلفوه بره عن بتاع الشارع، طعم وريحه وشكل بجد يا جماعه من الاخر. دايما يا جماعه تابعوني على صفحتي مملكه الحلويات عشان كل يوم بننزل فيديو جديد. نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان كل يوم بينزل فيديو جديد. وشكرا.